بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم مع بعض إن شاء الله عن نادي الزمالك. الزمالك طبعا عنده مشاكل من سنين، وما زالت هذه المشاكل موجودة حتى الآن، وهي مشاكل مادية اللي ترتب عليها إن مفيش صفقات للنادي. مفيش تجديد للعيبة، حوالي 7 لعيبة تقريبا. مفيش تجديد لزيزو بالأخص لغاية دلوقتي، وإحنا في يناير ويناير قرب يخلص. مفيش لعيبة جديدة زي ما قلنا. طيب نرجع كده شوية ورا. الإدارة ديت بعض من الجماهير بتتهمها بإنها قبل الانتخابات كانت بتوعد، بتقول إيه الإدارة دي؟ كانت بتقول إن مشاكل النادي معروفة. كله طبعا هو عنده حق في الجملة دي. مشاكل نادي الزمالك كانت معروفة قبل الانتخابات، وقال لك احنا عندنا الحلول لكل حاجة، ومجرد ما احنا عايزين ننجح بالقايمة كلها عشان نقدر ناخد قرارات وما يبقاش في معارضة ونشتغل براحتنا. وفعلا الجمعية العمومية نفذت طلبهم، والقايمة كلها نجحت. حتى الكابتن هاني العتال أو الأستاذ هاني العتال، يعني لسبب أو لآخر ما بقاش نائب الرئيس، والقايمة كلها نجحت بتاع الكابتن حسين لبيب. طيب استبشرنا خير، وقلنا الإدارة خلاص يعني هي جاية وحافظة المشاكل وعارفاها ومعاها الحلول في جيبها. جينا ندور على الحلول، ما لقيناش الحلول. صحيح الإدارة بتتعب في تسديد ال الديون، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه المهم: فين بقى الحلول اللي انتوا كنتوا بتوعدوا بيها الجمعية العمومية والجمهور بإن بس ننجح والمجموعة كلها تنجح، واتفرجوا هنعمل ايه في أول 3 شهور؟ كانوا بيقولوا كده في البرامج التلفزيونية وفي البرامج المسموعة والمرئية والمقروءة. بس القايمة تنجح، القايمة نجحت. فين؟ بيسددوا ديون، لكن ده مش كفاية. فين رجال الأعمال اللي موجودين في مجلس الإدارة اللي شايفينه دلوقتي إن كل الاعتماد على الأستاذ ممدوح عباس؟ ما إيد لوحدها مش هتسقف برضه، والراجل يعني هيتعب ويزهق. فين الوعود اللي كنتوا بتوعدوا بيها؟ انت عندك لعيبة كتير عايزة مستحقات، ولاعيبة كتير عايزة تجديد عقود. وزيزو عايز عقده يتجدد. طب ما هو في البعض بيقول طب وين الإدارة دي؟ لو إدارة محترفة كانت باعت زيزو أيام ما كان زيزو جايب 5 مليون يورو، 5 مليون دولار. كانت باع وكان حل جميع المشاكل، وكنتوا جبتوا زيزو و2 و3، يبقى مستقبل النادي. يعني كنت عوضت زيزو بلعيب و2 و3، يبقى مستقبل للنادي، وكانت المشاكل المادية كلها انتهت. لكن وصلنا لغاية دلوقتي، لغاية ما زيزو دلوقتي من حقه يمضي لأي نادي، سواء داخل مصر أو خارجها. فما شفناش الحلول الكبيرة اللي كان مجلس الإدارة واعد بيها. فالجمهور بيقول لك ايه؟ الإدارة قبل الانتخابات قالت عارفين المشاكل ومعانا الحلول. هي فين الحلول غير الأستاذ ممدوح عباس؟ فبنهيب بمجلس إدارة الزمالك
إن يجتهد أكتر من كده ويحل المشاكل اللي عنده، المشاكل المادية، مستحقات اللعيبة، تجديد العقود، وبعدين خدوا موقف، أو يعني شوفوا رأيكم إيه الصح، إيه للنادي؟ زيزو يتباع ونحل بيه المشاكل ونعوضه، ولا زيزو نجدد له ومحدش عارف الفلوس هتيجي منين بجانب ممدوح عباس؟ يعني في حيرة وفي تخبط، الناس شايفة كده. فنتمنى ان الامور دي تتحل، ان الزمالك ترتيبه الثالث ب17 نقطة. مفترض الاهلي والزمالك يبقى بينافسوا على القمة كأول وتاني او اول مقرر، لكن دلوقتي الاهلي التاني والزمالك التالت، وده لا يليق بهما في الدوري العام المصري لكرة القدم. بالتوفيق للجميع إن شاء الله، ونشوفكم على خير ونقول سلام عليكم.